الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة زيني التاج. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم هذه التحلية بالفخاز، تجي بنينة بزاف وخفيفة تهبل. إن شاء الله تجربوها. لهنا نحتاج 500 غرام تاع فراولة. دونك هنا بعد ما غسلتها ونقيتها راني قاعدة نقطع فيها، حنديرها دي بتي كاري، يعني مربعات صغيرة. من بعد رايحة نضيف عليها السكر. لهنا انا درت 5 ملاعق سكر، تحبوا ديروا 4، يعني اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف ديروا 4 ملاعق سكر تكفي. دونك هكا راح نخلطهم، نزيد عليهم نعصر عليهم نصف حبه ليمون. هكذا نخلط الخليط تاعي ورايحه نغطيه ونخليه في الثلاجه مده نصف ساعه الى ساعه، يعني حتى يطلق السيرو تاعو مليح. كيما قاعدين شوفوا انا هنا راهو طلق لي السيرو بيان. دونك لهنا في المرحله هذه رايحه نصفي هاد الخليط تاعي، نحي لي فخاز وحدهم والسيرو وحده. هذا السيرو رايحه نسقي به يعني المسكوتشو تاعنا اللي رايحين نضيفوه مع الفخاز. لهنا نحيت كميه، يعني تقدروا تنحيو نصف الكميه ولا يعني كميه كيما درت انا هكا وحدها نحطوها اكوتي ونروحوا نخدموا الكريمه تاعنا. لهنا هادو لي فخاز اللي قعدوا لي رايحه نميكسيهم بيان بالميكسور، يعني حتى نتحصلوا على خليط ناعم بزاف كيما غادي تشوفوا. لهنا بعد ما نميكسيهم رايحه نحضر معاهم يعني الكريمه اللي رايحه نديرها. انا هنا حبيت نستخدم يعني جبن ماسكاربون، هذا يعني تاعنا تاع الجزائر، راهو موجود متوفر بارتو، تاع فونديليس ماسكاربون. ما لقيتوش هذا تقدروا ديروا بتي سويس عادي البنات، البتي سويس الكاري داك الصغير، تقدروا ديروا حتى يعني 6 ولا 7 منه في بلاصه هذا الجبن الماسكاربون، على بالي ماشي كامل يتوفر عندهم. دونك هكا رايحه نطلع هذا الخليط تاعي مليح مع 2 مغارف سكر ناعم، ونضيف له يعني مغرفه تاع لافاني باش نكهو باك الخليط تاعنا. دونك هكا ورايحه نطلعهم بيان. بعد ما نطلع هذا الجبن هذا بهذه الطريقه هذه رايحه نضيف عليه لا بيغي تاع الفخاز اللي كنا رحيناها من قبل، هذه هي. ونعاود نطلع الخليط تاعي بالباتور، يعني نخلطهم بيان. كما قلت لكم البنات هاد الكريمه ساهله بزاف، يعني ما فيها حتى حاجه طيب ولا يعني فيها حاجه يعني اللي تعب ولا دقيقه وحنا درناها. دونك لهنا انا عندي هنايا هادو لي مادلين تاع الشوكولا، شيتهم واجدين، يعني اللي تحب دير معاهم جينواز ولا يعني طيبها وديرها بيان سور تجي مليحه. هكذا رايحه نفتت المادلين تاعي في الكؤوس، ومن بعد نسقيهم بهذاك السيرو اللي نحيته اكوتي. فوالا كل كاس صايحه نسقيه بيان بالسيرو، يجينا هاد الخليط هذا يجينا مبلول يعني مشمخ كي تاكلوه ويجي بنين. فوالا لهنا بعد ما سقيتها بالسيرو رايحه ندير لها طبقه من لي فخاز اللي كنا نحيناهم. يعني الكميه نتوما تختاروها، اللي تحب تدير بزاف ولا تحب يعني تكثر على الكميه اللي درت انا كيما تحبوا. دونك هكا راح نديروا طبقه تاع لي فخاز، ومن بعد رايحه نزيد عليهم من لا كريم ماسكاربون اللي درنا مع لي فخاز. هذه هي كيما قلت لكم البنات، ماشي شرط ديروا ماسكاربون، يعني هو صح راح يمد لها ذوق رائع، تجي واحد البنه فيها خفيفه وبنينه تهبل. ما عندكمش ديروا بتي سويس عادي لانه يصلح، يعني هذا هو يعني الوصفه ممكن تخدموها بالبتي سويس المربعات تاع الاطفال، تجي الذوق تاعها هايل بزاف. هذه هي لا كريم تاعنا. بعد ما حطيت يعني بعد ما وجدتها راح نخليها تبرد، ومن بعد نشوفوها في يعني واجده. لهنا شوفوا كيفاش تجي الطبقات باينين، طبقه تاع تاع المادلين او شوكولا مع لي فخاز، والطبقه الورديه هذه تاع لا كريم. هذا هو الخليط تاعنا. لهنا بعد ما زينته يعني تزيين خفيف بزاف بالفخاز فقط، حبه فخاز من فوق، وهذا هو التقديم تاعها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، يعني واحد لا كريم هايله بزاف خفيفه وبنينه بزاف، واهم حاجه سهله دقيقه وانتم وجدتوها ما فيها حتى بروتوكول. دونك هكا البنات كان الفيديو تاع نهار اليوم.
تحلية الفراولة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. نخليكم على خير، في امان الله وحفظه، مع السلامة.